السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي. النهاردة هنتكلم عن مشروع القطار الكهربائي الخفيف، المرحلة الثالثة من المشروع، من محطة الفنون والثقافة اللي قدام حضراتكم في الصورة لحد ما نروح عند محطة الأولمبية أو المدينة الأولمبية أو محطة العاصمة الإدارية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع اللي جاي من العلمين ورايح على العين السخنة. ده كده المحطة التبادلية بين المونوريل وبين القطار الكهربائي الخفيف. على ايدينا اليمين ده كده فندق الماسة، اول حاجه اشتغلت في العاصمه الاداريه الجديده، وعلى ايدينا الشمال ده كده الحي المالي وحي الحكومي زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره. هنا هيكون تقاطع مسار القطار الكهربائي مع مسار المونوريل، هتكون محطه تبادليه كبيره بين المونوريل وبين القطار الكهربائي الخفيف. ده كده مسار المونوريل في قلب منطقه الداون تاون. كنا صورنا الداون تاون اكتر من مره. الداون تاون لسه فيها مرحله كبيره جدا من الشغل، ممكن قدامنا 3 سنين على الاقل على المكان ما يكون مكتمل. طبعا في بعض المولات اللي على محور الماسة قصاد فندق الماسة مباشرة دي هي اللي خلصانة او فيها نسبة انجاز كبيرة بس. ومنطقة برضو حاليا بدأوا شغل في منطقة الابراج السياحية على محور بن زايد الجنوبي الشمالي اللي قدام حضراتكم في الصورة. ده كده محور بن زايد الشمالي. هنرجع الصورة وهنجيبها تاني علشان الناس تبقى مركزة معانا. طبعا العاصمة الإدارية فيها محورين رئيسيين، هم محور بن زايد الشمالي اللي قدام حضراتكم ده كده اللي العربية تمشي عليه. ده تقاطع محور بن زايد الشمالي مع محور الماسة. محور الماسة جاي من عند منطقة البنوك والقصر الرئاسي وممتد باتجاه الجنوب. كده على ايدينا اليمين ده كده كومباوند جوهرة العاصمة على ايدينا اليمين، وعلى ايدينا الشمال كومباوند سيليا طلعت مصطفى. بيتوسطوا المسافه بين محور بن زايد الشمالي ومحور بن زايد الجنوبي. وقدام حضراتكم كاتدرائيه ميلاد المسيح، وبعدها على طول على ايدينا الشمال كومباوند متاون سولو. هيكون في محطه بعد الكاتدرائيه على طول اسمها محطه كاتدرائيه ميلاد المسيح. هيكون في 3 محطات، يعني محطة الفنون والثقافة، وبعد كده محطة الكاتدرائية، وبعد كده محطة المدينة المحطة الخاصة بالقيادة الاستراتيجية، مركز القيادة الاستراتيجي، وبعد كده المحطة الخاصة بالمدينة الرياضية، وبعد كده محطة العاصمة الإدارية الجديدة. هنا هيكون قدام حضراتكم كده المكان بتاع المحطة الخاصة بالكاتدرائية قدام منطقة المستثمرين علشان الناس اللي متابعة معانا، وبنصور باستمرار في المكان ده. هنا كومباوند من تاون فيلا على ايدينا اليمين، وهنا المكان الفاضي ده في ظهر الكاتدرائية على طول، وبعد كده كومباوند الصفوة شركة الصفوة. ده كده المكان بتاع المحطة قصاد منطقة الأرض المعارض. طبعا منطقه الارض المعارض لحد النهارده لسه فاضيه خالص، يعتبر صحراء ما تعملش فيها اي حاجه لحد النهارده. منطقه الاكس وسيتي ده كده محطه الكاتدرائيه زي ما حضراتكم شايفين في الصوره. الكاتدرائيه على محور بن زايد الجنوبي مع محور الماسة اللي بيودي لمنطقه الار 7. في الصوره ظاهر على ايدينا الشمال كومباوند من تاون فيلا، وعلى ايدينا اليمين منطقه ارض المعارض او منطقه الاكس وسيتي في الصورة كده. ده كده في معرض كنوز للرخام في المكان اللي احنا بنصور فيه دلوقتي. هنمتد للجنوب وهنشوف الدنيا على الطبيعة دلوقتي. زي ما قلنا لحضراتكم ده كده المرحلة الثالثة من المشروع. المرحلة الأولى كانت من محطة عدلي منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو ولحد محطة الفنون والثقافة. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت من مدينة بدر لحد العاشر من رمضان، والمرحلة الثالثة هي تكملة المسار لحد جنوب العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده عدينا الشمال الجامعة الإنجليزية اللي في الحي السكن ار 7. بداية الحي السكن ار 7 كده على ايدينا الشمال، وبعد كده كومباوند انطرادة، وهيستمر معانا المسار موازي للطريق الدائري الإقليمي لحد ما نوصل للمحطة الخاصة بمركز القيادة الاستراتيجية. زي ما حضراتكم شايفين الشغل والعمل. ده كده المسار بتاع القطار الكهربائي المرحلة الثالثة. طبعا المرحلة الأولى اشتغلت يعني بقالها 5 شهور أو 6 شهور، والمرحلة التانية اشتغلت برضو لمدينة العاشر من رمضان. طبعا مدينة العاشر من رمضان عاملين فيها محطتين 2 على الطريق قبل الطريق الدائري على قصاد الطريق الدائري الإقليمي. ده كده محطة القيادة الاستراتيجية زي ما حضراتكم شايفين.
قصاد مركز القيادة الاستراتيجي على اللي هو على طريق القطامية العين السخنة مع طريق الدائري الإقليمي. دي محطة موجودة اهيت على الطبيعة زي ما قلت لحضراتكم. بالنسبة للعاشر من رمضان هو كانوا عاملين محطتين اتنين على الطريق الدائري الإقليمي، قبل وبعد محطة قبل الطريق قبل طريق إسماعيلية الصحراوي، تقاطع إسماعيلية الصحراوي مع الطريق الدائري الإقليمي، والمحطة اللي بعدها على طول بعد طريق إسماعيلية الصحراوي. فكان المحطتين الاثنين قبل مدينة العاشر من رمضان بينهم وبين بعض مسافة، فقرروا بعد كده ان هم هيمدوها 3 محطات داخل مدينة العاشر من رمضان، وبدأوا بالفعل شغل هناك دلوقتي، عاملين سياج حديدي كده او صاج في الطريق، وهيبدأوا فيه شغل بإذن الله الفترة اللي جاية. ده كده مركز محطة القيادة الاستراتيجية اللي هي فيها وزارة الدفاع الكليات العسكرية. الكليات العسكرية هتكون موجودة هناك في المركز القيادة الاستراتيجي. ده كده طريق العين السخنة، القطامية العين السخنة قدام حضراتكم في الصورة. طبعا في محطة خاصة، محطة الكهرباء جنب مننا على طول، محطة الكهرباء بتاعت العين بتاعت العاصمة الإدارية الجديدة، وهيمتد المسار بقى، هيعدي الطريق الدائري الإقليمي وهيعدي برضو طريق القطامية العين السخنة، وهيمتد لحد المحطة الخاصة بمدينة الألعاب الأولمبية أو من المدينة الأولمبية جنوب العاصمة الإدارية الجديدة. هيكون في محطة هناك، وبعد كده هيكون في محطة تبادلية هنشوفها دلوقتي، محطة تبادلية مع بين المسار القطار الكهربائي السريع اللي جاي من العلمين للعين السخنة مع مسار القطار الكهربائي اللي قدام حضراتكم. دي كده محطة المدينة الرياضية او المدينة الأولمبية جنوب العاصمة الإدارية الجديدة، وده كده الطريق اللي قدام حضراتكم، ده كده طريق القطامية العين السخنة. الطريق اللي قدام حضراتكم ده كده طريق القطامية العين السخنة. ده كده المحطة على الطريق مباشرة عشان الناس برضو تبقى عارفة المكان بالظبط. بعدها في قلب الصحراء هيكون التقاطع بقى مسار القطار الكهربائي مع القطار الخفيف، عشان الناس تبقى عارفة في القطار الكهربائي السريع اللي هو جاي من العلمين للعين السخنة، وفي القطار الكهربائي الخفيف اللي هو جاي من محطة عدلي منصور لحد المحطة اللي قدام حضراتكم دي كده، هيتبادلوا مع بعض في المحطة دي، محطة العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده المحطة هتكون محطة تبادلية كبيرة جنوب العاصمة الإدارية الجديدة، بيتقاطع فيها المسارين مع بعض هنا في المحطة اللي قدام حضراتكم. طبعا المحطة دي مش هتكون محطة بس، هيكون فيها خدمات كبيرة جدا، وهي على مساحة كبيرة. دي كانت جولة سريعة كده. الناس ما تنساش تعملها لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت اول مرة تتابع قناة المهندسين الوطنيين.